الحياة درس طويل في الانتظار، لا شك، إذ أن الزمن يمثل جوهر الوجود وكنهه. فمنذ اللحظة التي يولد فيها الإنسان إلى أن يموت، كل شيء يقاس بالوقت، ذلك أن وجوده بحد ذاته هو وجود مؤقت. كل لحظة تمضي لا يمكن استعادتها، فكل إنسان يعيش كينونته وينظر إلى ماضيه أو غده بوصفه كائنا زائلا، وفي ذلك إحدى نقاط ضعفه وقهره ومواجهته مع فكرة الموت، التي منها ابتدأ التفلسف وابتدأ تفكير الإنسان في ذاته وفي علاقاته مع كل ما يحيط به. ومن هنا كانت مسألة الانتظار موضوعة عميقة ومغرية في الأعمال الفنية والأدبية كأحد أجوبة الإنسان ومحاولاته في مواجهة الزمن على مر التاريخ.